السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو امتحان ال OOT، وبالأخص الكورس بتاع ال OOT. حابب أقول بس حاجة مهمة قبل ما أقول التعليق بتاعي عن الكورس بتاع ال OOT. الكورس بتاع ال OOT، في أي حد هيدي لك كورس ال OOT مش هينمي اللغة بتاعتك، مش هيزود اللغة بتاعتك. لو أنت اللغة بتاعتك مثلا ضعيفة، هو مش هيقويها. هو بيعرفك ازاي تدخل الامتحان، ازاي تحل الامتحان، ازاي تكتب لتر، ازاي الاسسمنت كرايتيريا بتاعت كل حاجه فيهم. فده مش بيزود اللغه بتاعتك. ده الحاجه اللي حابب ان أنا اقولها في الاول تخص اي كورس في الاو تي. الحاجه التانيه برضو بخصوص كورس الاو تي، هو مش هيضيف لك حاجه في الليسننج ولا في الريدنج. اي كورس هتدخل الاو تي مش هيضيف لك حاجه لا في الليسننج ولا في الريدنج. امال هيضيف لك في ايه؟ هيضيف لك في الرايتنج، هيقول لك ازاي تكتب خطاب، هيعلمك الجرامر المظبوط، هيصحح لك خطابات، ويعرفك مستواك. وكذلك في السبيكنج برضه هيعرفك ايه هي الاسسمنت كرايتيريا، وهيعمل معاك براكتس وهيساعدك. فهيساعدك في الاثنين دول بس. لكن الجزء الكبير كبير قوي عليك انت، وخصوصا في الليسننج وفي الريدنج. ده اللي كنت حابب اقوله بخصوص اي كورس يخص الاو تي. النقطة التانية، بشوف ان في ناس بتجري بسرعة على الكورسات بتاعة الاو تي، وزي ما قلت لكم هي مش هتزود لك اللغة بتاعتك، هي هتعلمك ازاي بس تمتحن. فيجري يجري يحجز في الكورس، وبعد ما الكورس يخلص ما يكونش معاه فلوس ان هو يدخل الامتحان. فالحاجة اللي حابب انصح بيها ان انت ما تحجزش كورس الا وانت معاك فلوس الامتحان. ما تحجزش كورس الاو تي الا وانت معاك فلوس الامتحان. طيب، انت مش معاك فلوس الامتحان دلوقتي ومتوقع انك تجمعها في خلال 4 أو 5 شهور مثلا، نقول كده. في خلال ال4 أو 5 شهور دول اصلا انت ممكن يعني تستعد فيهم لامتحان الاو تي. في قناه حلوه جدا اسمها او تي ميدل ايست، اتفرج عليها. هتساعدك كتير قوي في الليسننج وفي الريدنج. تمام. ودي انا الصراحه كنت ماشي عليها في الليسننج وفي الريدنج، فضلت ماشي عليها. هتدخل على القناه دي، واثناء ما انت بتجمع الفلوس او بتحوش المبلغ اللي هتدخل بيه الامتحان، ادخل اسمع القناه دي الاول. بعدين في ماتيريال كتير جدا تحل منها، اقعد حل اختبارات كتير. كل يوم تحل اختبارين او 3، او على الاقل اختبار واحد كل يوم في الليسننج وفي الريدنج. خليك مركز في الاثنين دول بس في الاول، listening وريدنج. طيب، حسيت نفسك بعد شهرين من البراكتس هو ده الاو تي، هو ده الامتحان اللي انا هدخله. فساعتها بقى بص على المستوى، شوف درجاتك عامله ازاي بعد الشهرين 3 في البراكتس. درجاتك حلوه؟ طيب تمام. انا هحجز بقى امتحان الاو تي. حجز الامتحان عندي ليه بريوريتي عن الكورس. طيب، انا بالنسبه لي خدت الكورس امتى؟ اخدت الكورس قبل شهرين من الامتحان عشان يساعدني في الليسننج، يساعدني في السبيكنج، ويساعدني في الرايتنج. فانت هتحجز الامتحان الاول قبل ما تحجز الكورس. ده انا شايف انك تعمل كده عشان هتلزم نفسك بالمذاكره كويس. الحاجه التانية اللي حابب اقولها، انت ممكن ما تحتاجش كورس اصلا. يعني انت لو قعدت مثلا، لو انت مدي نفسك فرصه انك تحوش الامتحان ده 4 أو 5 شهور، انت ممكن تعتمد على نفسك. في ناس كتير نجحت في الامتحان ده بدون اي كورسات. بس هتحتاج انك يعني تدي مجهود اكتر شويه في الموضوع، انك تبحث اكتر. في قناه اسمها او تي اوفيشال، ده بتاعه الاو تي، القناه الرسميه. ممكن تدخل تشوف المحاضرات بتاعتها في تخص الرايتنج والسبيكنج. ممكن تدخل على جروبات اللي هي فيها زمايلنا بيمتحنوا دلوقتي، تعملوا براكتس مع بعض في يخص السبيكنج. تحط الليتر بتاعك وتطلب من زمايلك اللي قبل منك او زمايلك اللي داخلين معاك الامتحان ان هم يصححوا لك الخطاب، او يقولوا لك ايه الحاجات اللي موجوده فيه. فممكن تعتمد على زمايلك اللي دخلوا الامتحان في ان هم يساعدوك، يصححوا لك خطابات، او يقول لك السبيكنج. وزي ما قلت لك الليسننج والريدنج ده عليك انت. فخلاصه الفيديو بتاع النهارده، ما تستعجلش انك تدخل كورس. ده رقم واحد. رقم اتنين، الأولوية في إنك تحوش فلوس، إنك تحوش فلوس الامتحان مش فلوس الكورس. رقم تلاتة، اللي حابب أقوله برضو، إن أنت ممكن تدخل تمتحن وتنجح بدون أي كورسات. تمام. رقم أربعة، خلي الكورس قبل الامتحان بشهر أو بشهرين أو ب3 شهور ماكسيمم، يكون قبل الامتحان. تمام.
وما تدخلش كورس غير وانت متاكد ان انت داخل الاو تي. يعني ممكن حد ما يعرفش حاجه عن الموضوع خالص ويدخل على طول على كورس او تي ويدفع فيه مبلغ، وبعد كده يلاقي نفسه لا انا مش بتاعي، او الفلوس فلوس الامتحان كتير عليا. طب انت جاي تكتشف بعد ما دخلت كورس الاو تي. فما تستعجلش على اي كورس يخص الاو تي الا لما تسمع قناه الاو تي ميدل ايست. تعمل براكتس مع نفسك لمده شهر، شهر ونص، شهرين على الاقل. بعد كده لو معاك فلوس احجز الامتحان على طول، وخلي الامتحان، خلي فيه فرصة قبل الامتحان 3 شهور انك تاخد فيهم الكورس وتصحح مع المصحح اللي معاك. او لو مش عاوز تاخد كورس خالص، صدقني في ناس كتير نجحت وعدت من غير اي كورس. بالتوفيق لكم جميعا، وان شاء الله نشوفكم هنا قريب في انجلترا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.